تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية. كشفت مصادر مطلعة أن الحارس ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي دخل أساسيا في مباراة بلجيكا برسم الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022. وحسب ذات المصادر فإنه بعد عزف النشيد الوطني المغربي تواصل بونو مع الطاقم الطبي والتقني للمنتخب الوطني قبل أن يتم اتخاذ قرار بإدخال الحارس منير المحمدي بديلا لبونو. وقال ذات المصدر: لا نعلم السبب الرئيسي لخروج ياسين بونو، فهل تعرض لإصابة أثناء الإحماء؟ تابوناو في القناة باش توصلوا بكل جديد الأخبار الحصرية.